نهار الاثنين اللي فات السيد كانوا من المراه ديالو كانت معنا في الصويره، بحكم انه كان نهار الثلاث غيسافر هو. كانوا مع اصحابه في الدار. الثلاثه العشيه خرج، يعني خرجه ديال نص ساعه، خرج السيد غير بفوقيه يعني في البلاصه غيرجع للدار. قال لهم غنمشي نتحاسب مع واحد السيد بالسميه، دوك الناس تيعرفوه بحكم الخدمه اللي جا معاهم، يعني الناس يديروا تجاره الكترونيه، جا معاهم خدمه، جا معاهم فلوس، قالوا غنمشي نتحاسب مع فلان ناخذ عنده شي فلوس ديالي ونرجع. هذيك هي الخرجه ديالو، ما رجعش. داز داك نص نهار 3 د العشيه، حنا سقنا الخبر بالليل، يعني حتى الوحده ولا جوج ديال السيد ما كاينش، تعيطوا عليه التليفون ديالو ما خدامش، والسيد عنده كما قلت لك مرتبط بزاف بالتليفون، الخدمه ديالو كامله بالتليفون، يعني ما يمكنش يطفيه ولا كما تيقولوا 5 دقائق ما تيطفيش التليفون، يعني فاش التليفون طفى نص نهار كامل تما بانت بانه كاينه شي حاجه. هادشي 2 3 في الصباح نورمالمون كان عنده الفول لقطر مشي تفرج في المغرب. جات الزوجه ديالو بالليل، كنا تنقولوا ياك ما، المهم ما عرفناش اش وقع، يقدر يكون غيسافر، فاش جات تلقى الباسبور ديالو في الدار، يعني راه ما سافرش وما كانش غيسافر. داز 3 ل 4 واقيلا بالليل قالوا بان لقاو شي جثه محروقه. البارح الخميس قالوا بان الجثه ديالو الله يرحمه. جاني لحسن الحظ كما قلت لك انا المرحوم فاش خارج قال لصحابو انا راه غادي عند فلان بالسميه، وصحابو تيعرفوه بحكم ديك الخدمه اللي جا معاهم. هذا الشيء اللي قالوا للبوليس بانه اخر واحد تلاقى معاه هو هذاك السيد، ما عرفتش السميه ديالو. هذه هي الخدمه اللي بيناتهم، ما تيديروا تجاره الكترونيه. السيد المرحوم تيسال هذاك السيد تيقولوا شي 370 مليون، مشى ياخذ منها شي حاجه، المهم بيناتهم هما ديك الخدمه ديالهم. مشى عنده عيط عليه قال ليه اجي خذ نعطيك واحد القدر ديال الفلوس، وعلى حسب ما سمع تاكد عليه تيقول ليه جيب بوحدك. عيطوا عليه قالوا في الاول راه غير استجوبوه ومشى. دابا تلاقينا بانهم فاش لقاو الجثه قالوا بانه تعتقل واعترف. فعلا تيقولوا الوالد ديالو هو راه باقي صغير، عنده شي 26 ولا 27 عام، ولكن تيقولوا الوالد ديالو باه شي شخص نافذ هنا في اكادير وعنده نفوذ لحد الان مازال دابا كندوي معاك مازال ما متيقنش بانه راه السي محمد تقتل بهذيك الطريقه البشعه. كنطالبوا بالعداله، لانه بغينا تحقق العداله، بنا اقصى العقوبات لهذا السيد هذا، لانه هذه ماشي متعديه ولا ماشي مضارب معاه ولا شي حاجه، هذا راه شوب حتى بالجثه ديالو. كيفاش العائله ديالو غادي تستقبل ديك الجثه وهي كامله رماد، كامله مفحمه، كامله. هذا السيد هذا كنطالبوا ليه باقصى العقوبات. وسي محمد معروف في وسط المجال هذا ديال التجاره، معروف مزيان، انسان خلوق طيب، ما عنده عداوه مع حد، ما عنده عداوه مع حتى شي شخص اللي فهمتي، عنده زعما انسان خلوق طيب، لا مع العائله ديالو ولا مع الناس، مع الاصدقاء ديالو ولا مع الناس اللي كيتعامل معاهم بخير. ما زعما الحمد لله، فهمتي. هذا الشيء يشهد له، ماشي انا اللي كنقول، كاع الناس كيقولوا راه لا اله الا الله محمد رسول الله. انا دابا نبت عليهم، انا براسي انا مرتبك، يعني انه راه هذا الشيء صعيب، فهمتي. هذا الشيء كنشوفوه غير في الافلام، كنشوفوه ما فهمتي. حنا ناس بسطاء ماشي ديال هذا الشيء، ما نكذبش عليك، ما شيء خايب بزاف، فهمتي، خايب بزاف، وما بغيناش هذا الشيء يكون عندنا في البلاد ديالنا. حنا كنطلب انا من المسؤولين، فهمتي، يردعوا اي شخص عنده علاقه بهاد الجرائم هادو يردعوهم. المهم بعدا معترف، ولكن بالنسبه لي انا تنشوف البشاعه ديال هذيك الجريمه باش تضرب وتخنق وتقتل على حسب الاعترافات اللي جات في البلاغ ديال ولايه الامن، فمستحيل باش يدير هادشي بوحدو، يعني مع وحدين اخرين اللي غيكونوا يعاونوه. السيد اعترف، يعني خصو يتعرف شكون اللي معاه ويتعاقبوا هاد الناس هادو، لان هادشي راه حشومه. فاش تشوف السيد خلى ارمله دابا راه عندها شي 25 ولا 26 عام، راه حشومه، تلقى بنيه راه ما مكملاش حتى عام، تدور دابا في الدار وتتعيط بسميت باها، راه قلبك غيتقطع واخا تكون حجره. يعني الحق ديال السيد خاصو يتخاد، وحق ديال هذيك المراه وخصوصا هذيك البنت.